لو حد سالني عبد الله وانت ازاي قدرت تنقص درجه في الاحياء او تقفل ماده الكيمياء او تقفل ماده الانجليزي او تنقص 3 درجات في العربي وغيره، هقول لك الاجابه انا كنت ماشي على قاعده مختلفه عن باقي الناس كلهم في الثانويه عامه. ممكن كمان المدرسين يقول لك حاجه انا كنت مختلف فيها معاهم وكنت بطبقها. عدى فتره كده كبيره من اخر فيديو عملته لكم، معلش انا بعتذر، ورايا امتحانات كتيره جدا الفتره ديت غير الكورسات اللي انا باخدها. خلاص انتوا وراكم كمان امتحانات، يعني ربنا يكون في عونكم. يعني انا عارف بجد كميه الضغط اللي عليكم، يعني الضغط اللي عليا لا يقارن بالضغط اللي عليكم. والله العظيم مش عايز احلف، بس في الفيديو ده ممكن يغير لك حياتك كلها، وكميه القلق والتوتر اللي انت عايش في الفتره ديت ممكن يكون نقطه تغير كبيره ليك الفتره الجايه في ثانويه عامه، من حيث بقى الامتحانات ونعمل الفتره الجايه وده كله. اولا انا عارف ان في ناس كتيره جدا بتعمل فيديوهات للثانويه عامه غيري، ممكن سمعت ده وسمعت ده وسمعت ده وحاسس ان الموضوع زاد عن حده. انا معاك، لكن ممكن تثق بس فيا وتسمع الفيديو لاخر دقيقه وصدقني هتستفاد. اللي ما يعرفنيش، انا عبد الله الاسمي، طالب في كليه الطب البشري، بحب اعمل دوكيومنتري كل حاجه في حياتي هنا على القناه. فما تنساش بقى تضغط لايك وتعمل شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ممكن كمان تاخد حسنات ان شخص تاني يستفاد من الفيديو ده. ولو عندك اي مشكله غير الحاجات اللي هنتكلم عنها اكتب لي كومنت. النهارده هنتكلم عن حاجات مهمه جدا، القلق والتوتر في الامتحان، هعرفك طريقه كده تخلص منها في الثانيه. والله العظيم والله العظيم انا بحلف، انا قلت مش هحلف بس حلفت. عذرا يا جماعه. انا كنت داخل امتحان الفيزياء وانا كنت قاعد مبسوط وكنتش متوتر خالص. هعرفك الطريقه ازاي تخلص من القلق والتوتر في لجنه الامتحان بشكل عام. والنقطه الثانيه هتكلم معاك كده عن طريقه انك تنظم ال 24 ساعه الموجودين في اليوم، وهتلاقي نفسك لقيت كميه كبيره جدا انك تذاكر فيها وتراجع فيها وتحل امتحانات شامله. والنقطه الثالثه خليها مفاجاه، لان دي كانت التركايه اللي ساعدتني بعد توفيق ربنا ثم اجتهادي. هي النقطه دي بقى اللي جت تساعدني ان انا اوصل في ثانويه عامه ل 96%. واكرر تاني، انا اتكلمت كتير عذرا، انا ما وقفتش في حياتي كلها عن ثانويه عامه، بالعكس انا في الكليه برتب، انا من اوائل الدفعه والحمد لله الجي بي اي بتاعي 7.9 قلت لكم قبل كده، واحاول احافظ عليه، وغير الحاجات اللي انا عملتها ان شاء الله نتكلم عنها في الكليه بعدين. لكن الفيديو ده نركز بس عن ثانويه عامه، وانا متاكد انك السنه الجايه هتكون بتسمعني سواء كان فيديو الطب او الهندسه، المذاكره في الجامعه بشكل عام. تمام، يلا بينا. في ايام الامتحانات انا بشرب نعناع على ميه ساقعه، يعني بجيب نعناع واحط على ميه ساقعه. بجد حاسس ان المشروب ده بيفوقني كده ويخليني صح. الساعه دلوقتي 4، الفجر جدا كمان شويه، وحاسس ان انا عندي طاقه وباور مرعبه جدا، مع اني لسه صاحي حرفيا. نايم من الساعه 12، يعني انت 4 ساعات بس وصاحي بالنشاط ده. كوبايه النعناع بتاعتك، ورد القران بتاعي، وابدا اليوم بتاعي. هو ده النظام بالظبط. هنتكلم دلوقتي على القلق والتوتر. انا وغيري في كل شباب الثانويه العامه اللي امتحنوا الثانويه العامه بشكل عام، كل درجه نقصناها في الامتحان، سواء مثلا اي امتحان مهما كان، كل درجه نقصناها مع اننا كنا ذاكرنا وعملنا اللي علينا، كانت بسبب القلق والتوتر في الامتحان. انت بتخش مذاكر وعامل اللي عليك ومراجع وحل كتير، تسال نفسك طب ليه مثلا ما اعرفش اجيب مجموع او اقفل الماده ديت؟ او ليه الناس كلها برضو اللي ذاكرت وذاكر اكتر مني، في اعرف ناس ذاكروا اكتر مني كتير جدا 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 ودخلوا ما قفلوش الماده اللي انا كنت قفلتها، زي مثلا ماده الكيمياء اللي انا قفلتها؟ ما سالتش نفسك ليه؟ القلق والتوتر. الشخص اللي بيخش داخل ويكون عليه اللي هو ثانويه عامه ونتيجه واهلي معتمدين عليا والكليه وحياتي، هو ده كله موجود، لكن لو انت فكرت ده كله في اللجنه مش هتلاقي وقت انك تسترجع كل المعلومات الباقيه. عشان كده الطريقه ديت انا بعملها كمان في الجامعه، بخلص من التوتر والقلق مع ان يكون ورايا امتحان فاينل قريب كمان. بص يا معلم، اول حاجه كده انا هتكلم كطالب ثانويه عامه، يعني الجامعه بفيها تعديلات بسيطه لكن عشان نكون الفيديو موجه لكم يعني. اول حاجه انا بعملها، ببدا احل امتحانات شامله بتوقيت مؤقت. اللي هو ازاي؟ انا افترض مثلا معاكم ان هي كان الفيزياء، لان الفيزياء ده بصراحه كان يعني موضوع حبه شويه، لان كانت دايما هي الماده اللي بتخليني مثلا امتحانها باخد وقت كتير جدا، وانتوا اكيد ما عندكم المشكله دي. اللي هو يعني انا ليه لما كنت احل امتحان شامل في الفيزياء بقعد 4 ساعات؟ انا كنت دايما بقول هو انا غبي ولا الامتحان الصعب؟ والله كانت دايما المشكله ديت عامله لي قر في دماغي كده. لكن انا كنت وصل يعني اول امتحان حليته في الفيزياء، امتحان شامل قعد معايا 4 ساعات، ده كان سبب لي اكتئاب وضغط نفس وحسيت ان انا فاشل ساعتها. لكن صليت ركعتين واستهديت كده وبدات ان انا ابدا احل امتحانات شامله واشغل المؤقت جنبي، واقوم راح جاي حاطط درجه الامتحان مع الوقت اللي انا قعدت فيه في الامتحان. فاهمني؟ كان مثلا انا دخلت على امتحان 60 سؤال مثلا في الفيزياء، حليت 40 صح و20 مثلا غلط، بقول لك مثال، اقوم راح كاتب 40 على 60، واقوم راح كاتب مثلا انا خلصت الامتحان في 3 ساعات ونص، الامتحان الثالث الرابع الخامس السادس السابع، وابدا شغال كده في كل المواد. في الفيزياء انا كنت اشتغلت من المراجعه النهائيه، او ما انا صح الشوامل كنت بحل من نيوتن وبحل من الامتحان مراجعه نهائيه اللي هو الشوامل. ملحوظه انا ما كنتش بخلص الكتابين، ما خلصوش من عندي، يعني ممكن تفتح الكتابين عندي تلاقيني مثلا في 15 امتحانات نهائيه ما خلصتهمش. ده كان عادي بالنسبه لي، المهم انا كنت عايز اختبر صعوبتي بس. بالاستمرار في الموضوع، عارف انت اللي هو انا خدت اول مره الصدمه قعدت 4 ساعات، مره 3 ساعات ونص، خدت الصدمه خلاص، ما عدتش بزعل ان انا بقعد وقت كتير.
كان قاعد بص، هدفي بقى ان انا احاول مثلا احل اكبر عدد من الاسئله صح في وقت قليل. باستمرار الموضوع ما عدتش بركز على الوقت، ما عدتش بركز الوقت اللي بيضيع مني، ما عدتش بتوتر قوي، لان انا حطيت نفسي في موضع الامتحان اكتر من مره. عارف انت اكنك بالظبط مثلا بتكره حاجه معينه، بتكره حد معين، بدات تشوفه مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه 10، لما شفته المره 11 خلاص يا عم انا شفتك خلاص كتير، تعالى اما نتعرف على بعض. نفس الفكره، حط نفسك في جو الامتحان 10 11 مره 12 مره لحد ما انت تمل من الموضوع. هتخش الامتحان بتاع اخر السنه، والله العظيم والله العظيم انا كنت بضحك ومبسوط جدا في امتحان الفيزياء. الاقي سؤال بدات اخش اصلا نسيت اني في جو لجنه حرفيا، بدات ان انا اضحك واكون مبسوط واحل في سؤال صعب، قال لك طب الوحده ديت، طب انا خلي بالي ده في فكره انا عاوز ارسم يا جماعه، حد يجيب ورقه فاضيه لو سمحت يا المراقب هكذا. فعايز تخلص من القلق والتوتر، حط نفسك في موضع الامتحان 10 11 15 مره في البيت عندك مع مؤقت، واكتب الدرجه وقد ايه انت قعدت في الوقت، وبعد فتره هتلاقي نفسك اصلا ما عدتش بتركز في الوقت ولا في الضغط ولا التوتر بتاع الامتحان ده. دي بالنسبه للقلق والتوتر. تمام، نيجي للنقطه الثانيه. يعني الوقت ممكن يضيع مني، فانا هحاول اتكلم بسرعه لان الفيديو بيعدي بسرعه مش عارف ليه. ازاي ننظم وقتنا خلال الفتره الجايه؟ انا هقول لك حاجه، انت عندك 24 ساعه صح؟ عبد الله لو احنا ركزنا كده عندك 24 ساعه منهم 7 ساعات نوم. تمام، 7 ساعات نوم، قول مثلا 5 ساعات قاعد بلعب، بصلي، باكل، بهزر، بعمل اي حاجه في اليوم بتاعي. عندك 12 ساعه باقيين مذاكره صافي. مش عايزك تذاكر 12 ساعه، لو انت مش قصدي، الفكره مش في ال 12 ساعه، الفكره ال 12 ساعه دول راحوا فين؟ ده بالظبط السؤال اللي هتساله لنفسك بعد ما تخلص الفيديو بتاعي. تقوم راح قافل الفيديو ده وجايب ورقه وقلم، انا النهارده عملت ايه؟ انا صحيت كذا، وبعدين كذا وكذا 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 وكذا. هتعرف الوقت بتاعك بيضيع فين. الغي الموضوع، افتح الفون بتاعك دلوقتي وشوف انت اخر او اكتر تطبيق كنت تستخدمه مثلا كان ايه. التيك توك يتمسح، تعيش زي الناس الهايفه اللي تطلع تعمل فيديوهات على التيك توك في ثانويه عامه هم في الفتره الاخيره. مع احترامي لكم، مع احترامي يعني مش وقته بصراحه يعني. اقفل، شوف انت بتضيع وقتك في إيه، امسح الاب. اقول لك كلمه، امسح كل السوشيال ميديا، الانستا والتيك توك والفيس وكل التطبيقات دي الفتره دي. وانت اكيد ممكن تكون عملت الحركه دي، بس تشوف وقتك بيضيع فيه في حاجه تانية. يعني مثلا شوف لو انت مثلا من النوع اللي انت بدك تاكل تلاقي نفسك بتقعد ساعه مع عيلتك، لا، اكل في اوضتي، معيش الفتره ديت، اكون منعزل، اكون شخص غير اجتماعي، مفيش مشكله، لكن مستقبلي يستاهل شويه. هكذا هتلاقي نفسك ادركت ان انا دلوقتي بقى عندي 7 ساعات نوم، عندي مثلا قول 5 ساعات صلاه واكل وشرب وحمام ودش، يعني بص اعمل اللي انت عاوزه في ده. هيفضل 12 ساعه، مش عايزك تذاكر 12 ساعه، لكن عاوزك ال 12 ساعه دول يطلع منهم يا عم 7 ساعات صافين مذاكره. ده هدفك، وهدف فاهمني؟ ده بالظبط المفروض تعمله. مفيش دروس خاصه، مفيش دروس سنتر، لكن عندي 24 ساعه هقعد مع نفسي امسكهم اشوف ايه بالظبط الوقت اللي عندي، واثبت على ساعات مذاكره صافيين يكونوا ثابتين طول الفتره الجايه. تمام، ده بقى اللي انا مسميه تنظيم ال 24 ساعه في اليوم. بجد والله يا جماعه انا بعملها حتى في ايام الامتحانات، بلاقي نفسي دخلت في الفاينل كده قلت تعالى بقى كده، انت بتضيع وقتك في ايه؟ في الجيم، اركن الجيم في ايام الفاينل، والله لازم بعمل كده. تيك توك امسح، بعمل فيديوهات لكم واحس انها تاخد من وقت كتير، الغي الموضوع ده، عشان كده انا بتاخر في الفيديوهات. اي حاجه انا بعملها بتضيع وقت في الفتره ديت بلغيها خالص. هاجي هلاقي وقت عندي كبير جدا جدا جدا، انا ذات نفسي اصلا ما كنتش مدرك ان كان في وقت كبير زي ده وانا كنت بضيعه. تمام، ده بالنسبه لتنظيم ال 24 ساعه في اليوم ده. نيجي للنصيحه الاخيره اللي انا كنت عايزها لكم. لو حد سالني عبد الله وانت ازاي قدرت تنقص درجه في الاحياء، او تقفل ماده الكيمياء، او تقفل ماده الانجليزي، او تنقص 3 درجات في العربي وغيره، هقول لك الاجابه انا كنت ماشي على قاعده مختلفه عن باقي الناس كلهم في الثانويه عامه. وممكن كمان المدرسين يقول لك حاجه انا كنت مختلف فيها معاهم وكنت بطبقها. بص يا جماعه، انا كعبد الله كان هدفي في الفتره ديت بالظبط، والفتره اللي هي مثلا قبل الامتحان بيوم، اللي انا اراجع المنهج بتاعي مراجعه قبل الامتحان بتاعي. ده كان هدفي بالظبط. عارف لو انا كنت في ماده الاحياء مثلا كان لسه لي اخر فصلين ما راجعتهمش، وكان اخر مره مثلا ذاكرتهم من شهرين، اذا انا عندي الاولويه ان انا اراجع الفصلين دول اهم من ان انا احل امتحانات شامله. بمعنى انا هريح لك الموضوع كده عشان تقدر تفهمني ببساطه. انا كمثال ورايا امتحان كيمياء بعد 4 ايام، احنا في نص الامتحانات اهوت، ورايا امتحان كيمياء بعد 4 ايام. الهدف بتاعي يكون ايه؟ اولا خلال 3 ايام اراجع المنهج بتاعي من الاول باب لاخر باب، بالظبط كده، كل حرف من البدايه لاخره اراجعه، واخر يوم قبل الامتحان او حتى اخر 6 ساعات قبل الامتحان احل امتحانات شامله. فاهمني؟ صدقني يا جماعه، سيبك من الموضوع اللي انا احل امتحانات شامله، مليون امتحان شامل، 20 امتحان شامل،
لكن لو انا داخل الامتحان بتاعي وانا مراجع المنهج بتاعي، مراجع مثلا ماده الفيزياء مراجعه كامله وحافظ قوانيني وقريت الامثله وحاسس كده ان انا فاهم المنهج بتاعي، وحلل 2 امتحان شامل، والله العظيم من طالب ثانويه عامه مر بتجربه ثالثه ثانوي، اقسم بالله ده كافي جدا انك تخش الماده بتاعت مثلا الفيزياء وتقفلها، ماده الكيمياء وتقفلها. والله العظيم الموضوع كله مش عباره ان انا اركن المنهج بتاعي وابدا احل امتحانات شامله قبل الفتره الاخيره، لان كل الناس تطلع لك الفتره دي حل لك 40 امتحان شامل، حل لك 20 امتحان شامل. الحل مهم، انا الحل مهم، بس مش لدرجه ان انا يكون مثلا وعندي فصل او باب ما ذاكرتوش او ما رجعتوش. صح؟ خلص مراجعه المنهج بتاعك، وقبل مثلا الامتحان بيوم ابدا حل شامل، او قبل الامتحان ب6 ساعات ابدا حل شامل. فاهمني؟ الحته دي مهمه جدا يا جماعه، جدا 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 جدا. تمام. بعتذر جدا، انا عارف ان الفيديو طول زيادة عن اللزوم يعني فوق 10 دقايق، وده غلط، انا عارف ان وقتكم بيكون قصير الفتره ديت. اتمنى انك تكون بتسمع الفيديو للحظه ديت وما اكونش بكلم نفسي، لان بزعل جدا من النقطه ديت. يعني لو انت بتسمع الفيديو اللحظه ديت منشن دقيقه تحت هكون سعيد جدا للموضوع ده، ولو عندك اي سؤال اسالني في الكومنتات. تمام. ما تنساش بقى اللايك والشير والكومنت، سبسكرايب للقناه عشان تكون جزء من عيلتنا. واتمنى ان السنه الجايه تكون في الكليه اللي انت بتحلم بيها. ادعي ربنا كتير، التزم بصلاتك، اقرا ورد قران، سبح في وقت الفراغ بتاعك، ان شاء الله ربنا يكرمك. قرب من ربنا اكتر، وان شاء الله ربنا يديك في المقابل راحه نفسيه وراحه بال وشغف في المذاكره وحاجات كتيره جدا انت كنت مفتقدها الفتره ديت. تمام. يلا اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، وعذرا على التاخر ورانا امتحانات، لكن ان شاء الله هبدا التزم في فيديوز كتيره لكم من الفتره الجايه. يلا، سلام يا ابطال. كوبايه النعناع. يا جماعه لو لاحظتوا انا طول الفيديو عمال اكل نعناع، باجي اشرب كوبايه بيجي نعناع في بقي، فبضطر ان أنا اقص الفيديو. تمام. فاعذرونا جدا على النقطه دي. ولو حد بيشرب نعناع ولا مصحى يعمل لي يكتب كده عشان بكون سعيد. ولو حد بيسمع فيديو اللحظه ديت يا جماعه يقول لي، عشان انا بحس بكلم نفسه والله العظيم. يا خوف لو يكون المايك اصلا ما كانش شغال وانا عمال اسجل ده كله. سلام.